من حماتها بتعمل فيها حاجه معينه، فلما هي بتكبر وتبقى حما يبقى جواها كده حاجه تروح عامله نفس اللي اتعمل فيها ده في مرات ابنها. انت المفروض تعملي العكس. افهمي، انت ممكن تقولي كلمه في حق واحده تعرفيها من المحيط اللي حواليكي لدرجه انك مش هتقدري تواجهيها في يوم من الايام وتقول لها سامحيني اصل انا قلت عليكي كذا. مش هتقدري تقفي في الحياه في الدنيا، مش هتعرفي تقفي تاخدي المسامحه من بقها، فما بالك في ناس انت اصلا مش عارفه توصلي لهم. دايما فاكره ان انت لو فضلتي في حاجات معينه تعفري فيها هتكسرك انت وهي مش هتتكسر. فالاحسن لفتره عيشيها بتفاصيلها وتبسطي بيها عشان الفتره هتعدي، بس خليها تعدي بسلام علينا وعلى اللي معانا. اليوم كله ضاع عشان احنا بس هنتغدى ايه مثلا؟ ليه؟ الحياه فيها حاجات كتير قوي تتعمل غير المطبخ. لبس الصيف في الشتاء هتتعبي لو جيتي تبدلي مواسم حياتك، لو جيتي تشتغلي وابنك تعبان هتبقي تعبانه. لا بس انا ما عنديش مكرونه، انا هحتاج لسان عصفور، انا هحتاج لحمه، انا هحتاج مش عارفه مين، اجمعهم في ورقه انزل اشتريهم مره واحده اطلع هقعد اسبوع كامل انا مرتاحه. السلام عليكم ورحمه الله حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن صحه وحال يا رب. النهارده الحلقه الثانيه بقى او الفيديو الثاني من سلسله حبي نفسك. اخر فيديو قبل ده على طول اتكلمنا عن 5 افكار لو عملتيهم هتبقي عملتي خير كبير قوي في نفسك وهتبقي فعلا بتحبي نفسك. فالنهارده ممكن ناخد ان شاء الله 4 افكار كمان على حسب وقت الفيديو. باذن الله باذن الله يفيدوكم. مبسوطه قوي 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 ان الفيديو الاخير عجبكم وان السلسله دي عجبتكم، وباذن الله هنكمل فيها. وزي ما قلت لكم هعمل الفيديوهات دي في قائمه تشغيل كده على القناه او بلاي ليست، هتلاقيهم بقى ورا بعض عشان لو حد لسه داخل القناه يقدر يوصلهم بسهوله. واتمنى بقى لو الفيديو عجبكم ان شاء الله تحطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك عشان في نسبه كبيره قوي من اللي بتتابع الفيديوهات بيظهر لي ان هي اصلا مش مشتركه في القناه. طيب تعالوا النهارده كده ناخد اول فكره معانا. اكتر حاجه تقدري تعمليها خير لنفسك، يعني اكتر حاجه بجد هتبقي بتعبري لنفسك انك بتحبيها لو عملتي النقطه اللي انا هقولك عليها دي. اول حاجه هقولك انك في حاجتين لازم تبعدي عنهم تماما. حاولي على قد ما تقدري تبعدي عنهم تماما، ودايما وصي اللي حواليكي كمان ان هم يبعدوا عنهم. طيب ايه هما؟ اول حاجه مش عاوزاكي في حياتك تعملي ذنوب جاريه، حتى لو الحاجات اللي انا هشرحها دلوقتي كنت بتعمليها وقفيها. الذنوب الجاريه وذنوب صعبه التوبه، هتبقي عملتي خير كبير قوي في نفسك لو انت ما بتعمليش الحاجتين دول. يعني ايه ذنوب جاريه ويعني ايه ذنوب صعبه التوبه؟ هو في حاجه اصلا صعبه التوبه؟ مش باب التوبه ده مفتوح على طول والناس بتعمل برضو حاجات وبتبقى مأمنه ان ربنا طبعا بيسامح وباب التوبه مفتوح دايما والكلام ده؟ لا، انا جايه اصدمك واقول لك لا، هو مش باب التوبه مفتوح دايما. ويمكن ممكن تنتقدوني في الكلمه دي كده من اولها، ولكن افهموا قصدي. هشرح لك بس الاول ايه هي الذنوب الجاريه اللي انت ممكن تكوني بتعمليها. امثله زي ايه؟ زي مثلا لما بتيجي قاعده على الفيسبوك في بوست عجبك فرحتي شيرتيه، البوست ده مثلا فيه موسيقى او فيه اغنيه، او حتى الحاجات اللي طالعه دلوقتي مثلا يقول لك اصل هي من غير ذنوب عشان هي من غير موسيقى، بس ممكن يبقى هي صوت اللي بيغني واحده ست، فدي عليها خلاف برضو. فالحاجات دي ما تعمليهاش، يعني ما تشيريش كده مثلا على عام. يعني ممكن اللي بيتابعني مثلا لو صاحبه محتوى فما تحطيش موسيقى في حاجاتك، لان انت ممكن تفكيرك انت يتغير في يوم من الايام، ممكن انت تبطلي تعملي كده، ولكن مش هتمشي بقى تلمي الذنوب اللي انت خدتيها طول الفتره دي على ما تفكيرك يتغير. فانت طالما حاجه حتى لو هي فيها شبهه ابعدي عنها من اولها، حتى لو انت من دلوقتي بتفرحك، حتى لو هي شايفه ان هي عادي اي حاجه، بس لو فيها شبهه ابعدي عنها، لان انت ما تضمنيش دماغك هتتغير في يوم من الايام ازاي. ممكن ساعتها تبقي نفسك ده يتمسح وما تعرفيش ان هو يتمسح. صورك اللي على الابليكيشنز مثلا بتنزليها او بتشيري مش شرط يعني تكوني صاحبه محتوى، بس البنات دلوقتي في العادي بتشير صورها والكلام ده. حتى لو بنتك اللي يعني لو اللي بتسمعني هي الام تشوف بنتها مثلا لو بتشيري صورك او الكلام ده. ياما دلوقتي مثلا بنقابل حالات وفاه وبيبقوا عايزين يدخلوا الاكونتات بتاعتها ومش عارفين، عايزين يمسحوا حاجات معينه كانت منزلاها، او عايزين يمسحوا صور ليها، او عايزين وما بيعرفوش يعملوا ده. فزي مثلا ما هو برضو بتحصل حالات وفاة وبيبقوا عايزين يجيبوا مثلا حد عشان يشيل بقى الفيك نيلز والهارد جل والحاجات اللي بيبقوا عاملينها دي وما بيعرفوش. فحتى لو بنعمل ذنوب ومعاصي ما تبقاش حاجات صعبة زي دي، حاجة تمنع الصلاة، حاجة تمنع الوضوء، حاجة ان انا تبقى ذنوب جارية اقعد ابعت الكلام ده لحد. لا، انا مش ببعت الكلام ده على العام، وانا مش بشير الكلام ده على الفيسبوك، وانا مش صاحبة محتوى انا الكلام ده. في جروبات بنات كتير وفي حاجات كتير بتبقى مقفولة مثلا على الواتساب، جروب العيلة، جروب مش عارفة مين، برضو انتوا
بتحسوا ان دول ايه مننا وعلينا. فعادي يعني نقول كده لبعض عادي ونبعت كده لبعض عادي. حاولي على قد ما تقدري بلاش. يعني على قد ما تقدري، انا مش بقولك انت ما تسمعيش اغاني، ممكن انت ما تكونيش قادره تسيطري على نفسك وبنسمع، وبيجي علينا وقت وبيجي علينا مثلا اغنيه تعجبنا او الكلام ده وبنسمعها، بس على الاقل نبقى لوحدنا. تبقي شايله ذنب نفسك، يوم ما تتوبي لربنا تقدري تتوبي عن نفسك. حتى لو شغلتيها في البيت ما تعليش الصوت بحيث الجيران تبقى سامعاكي. يعني فكره ان الناس تسمع وتشاركك، مش لازم تبقي صاحبه محتوى. في تفاصيل كتير في حياتنا العاديه لو مشغله في العربية، يعني في عربيتك، هدي الصوت على قدك عشان حتى الناس اللي بره ما تسمعش. للدرجه دي، للدرجه دي، ما هو هي ذنب مثلا، فما تخليش الذنب ده ايه يتعدى ناس حواليك. بتنزلوها مثلا على الحاله في الواتساب او الستاتيوس او الكلام ده، كل الكلام ده عادي، ممكن كلنا بننزل الكلام ده، بس حاولي تبعدي على قد ما تقدري عن مثلا حاجه زي دي. ما تشجعيش ناس معينه مثلا ان هم يتفرجوا على فيلم معين او مسلسل معين. في بقى محتويات كتير اللي بيطلعوا، يعني فيلم مثلا يبقى لسه نازل كله يقعد يتكلم عنه، روحوا ادخلوه، ما تدخلوهوش، مش عارفه مين. على قد ما تقدري بلاش. طبعا اكيد هنغلط واكيد بنغلط واكيد انا ممكن غصب عني اعمل ده، بس احنا بنذكر بعض. على قد ما نقدر بلاش ان احنا نشجع حد يعمل حاجه واحنا عارفين ان هي غلط، عشان نبقى على الاقل شايلين ذنوبنا احنا لوحدنا. دي امثله اللي جت في بالي، ممكن يكون في امثله تانية كتير بس مش جايه في بالي دلوقتي، فلو جه في بالي حاجه تانية هضيفها لكم في الفيديوهات التانية ان شاء الله. طيب ايه بقى الذنوب اللي صعبة التوبة دي؟ يعني ايه ذنب صعب التوبة؟ هو ممكن ربنا ما يتوبش عليا او يقفل باب توبته يعني؟ ممكن. ازاي يعني؟ انت بتتكلمي ازاي؟ ممكن لو الذنب ده مش متعلق بالعلاقة برضو اللي بينك وبين ربنا بس. يعني نفس فكرة الذنوب الجارية، ان انت خليتي حد يعمل الذنب ده بسببك. وفي بقى فكرة تانية اللي هو ايه، ان انت غلطتي في حق حد، ان في حق حد في رقبتك. لا ده انا مظلومه، انا عايشه في وسط العيله مظلومه وما بعملش حاجه، وبالعكس الناس كلها جايه عليا. عايزه اقولك برضو بسبب السوشيال ميديا، انت ممكن دلوقتي احنا بحس ان احنا بنستحل اعراض ناس. يعني تلاقي مثلا ممثله اتجوزت مش عارفه مين، اتطلقت، حد مشهور عموما، مش لازم لعيبه الكوره مش عارفه مين. كل الناس المشاهير دي بحس ان احنا بنستحل حياتهم وبنستحل اعراضهم وبنخش نظن فيهم ونقول ما هي اكيد عامله كذا، ما هي اكيد مش عارفه مين. اكيد دي لازم تتقال باربع شهود. الناس اللي بتكتب كومنتات دي، في مدرسه امبارح طالعه كده ترند والناس عماله تتكلم عنها، قريت كميه كومنتات قذره، يعني بيتكلموا عليها بطريقه وحشه قوي. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتكتبوا ايه؟ ما هو ايدك دي، ما هي ايدك زي لسانك، ما هو يوم تشهد عليهم ايه السنتهم وايديهم. كل حاجه هتشهد عليكي، ايدك زي لسانك زي كل حاجه، زي اي خطوه بتخطيها لاي مشوار حرام. هي كلها مش اللسان بس، ايدك اللي عماله تكتب كومنتات، ايدك اللي عماله تخش على، ممكن ناس زي واحده تخش ترازيني باي كومنتات وخلاص. ايدك اللي عماله تخش تكتب في كل حته دي، اعرفي انت بتتهمي مين بايه، اعرفي انت بتعملي ايه، بتقولي ايه، بتظني في واحده ايه، انت سارقه مش عارفه ايه من حد، انت عامله، انت واخده الكلمه دي، انت واخده الجمله دي، ما تسكتي. يعني اتعودي تحطي لسانك جوه بقك بجد في حياتنا العاديه. فاحنا ممكن تكوني انت قاعده مع اختك مع مامتك مع مش عارفه مين، وبتجيبوا سيره بقولك ممثلات وناس مشهوره او بلوجرز او الكلام ده كله، وبتقعدوا تظنوا فيهم ظنون وحشه قوي، بتقعدوا تتكلموا عنهم بطريقه مش كويسه، وانت ما شفتيش بعينك اللي انت ظناه واللي انت بتتكلمي بيه ده. فبلاش، دي ذنوب جاريه. هتقفي بقى قدام ربنا ساعتها، او ممكن ربنا يسامحك في حقه، لكن هي لازم تسامح. ده هي دي، انت ممكن تقولي كلمه في حق واحده تعرفيها من المحيط اللي حواليكي، لدرجه انك مش هتقدري تواجهيها في يوم من الايام وتقول لها سامحيني اصل انا قلت عليكي كذا. مش هتقدري تقفي في الحياه في الدنيا، مش هتعرفي تقفي تاخدي المسامحه من بقها. فما بالك في ناس انت اصلا مش عارفه توصلي لهم. يعني الناس اللي احنا بنستحلهم دول لفكره انها واحده مشهوره، فنقعد بقى نتكلم عليها ونخوض فيها براحتنا. انت هتعرفي توصلي لها اصلا في يوم من الايام؟ حتى انت اللي جنبك اختك صاحبتك سلفتك مش هتعرفي تاخدي المسامحه من بقها، فازاي تقعدي تتكلمي كده؟ فبلاش. لو عرفتي حتى ترفضي، يعني لو لقيتي ناس بتكتب كده تذكريهم بالله، او ما تتكلموش كده، او ما حدش ضامن انك في يوم من الايام تلف عليكي وتعملي الذنب ده، حاولي تعملي كده. فاول نصيحه، ده هيبقى خير كبير قوي عملتيه لنفسك، وهيبقى حب كبير قوي لنفسك، انك ما تعمليش الحاجتين دول. قلنا ولا ذنوب جاريه، ولا ذنوب صعبه التوبه منها اللي هي بتبقى متعلقه بحق حد، ولا تظلمي طبعا. طبعا بقى على المحيط الضيق، اللي بياكل مال اليتيم، اللي بيستحل حاجه، اللي بياخد جنيه من بياع من غير حد يا ستي. يعني ساعات بنقف على فكه، فحاولي انت تبقي سايبه،
يعني لو مثلا بياع عايز منك فكه مثلا 2 جنيه يا ستي سيبي له الخمسه، بدل ما هو كده. يا اما ما تمشيش الا وانت واخده من بقه انت مسامح، انا ممكن ما اعديش من المنطقه دي تاني. يعني ساعات بعمل كده، يعني انا مش ضامنه اجي من هنا تاني، مسامح ولا ايه؟ عشان لو ما جيتش خلاص مسامح، مش مسامح اديله بزياده. امشي بزياده وانت مش خسرانه، باقي الفلوس اللي انت سايباها دي ما بتترميش في الشارع، دي بتروح عند ربنا، هتقعد لك في الاخر، انت حوشتيها وبعتيها للاخر. كل بقى موقف كده في حياتنا، ما تقفيش مع البوابه مثلا او حارسه العماره بتاعتكم تتكلمي على الجيران، ما تعمليش مش عارفه ايه. انت ممكن تكوني فاكره نفسك طيبه، لكن لو قعدتي مع نفسك بتلاقي حاجات فعلا بنعملها. انت بينك وبين جوزك وولادك بتتكلموا على ناس، وبتتكلموا على ناس مشهوره، بتتكلموا على ناس مش مشهوره، بتتكلموا على الجيران، بتتكلموا على مش عارفه مين. فحتى نحاول نضيق النطاق على قد ما نقدر. يعني طبعا مش، لو حد واخد على كده يحاول مثلا يبدا ان هو ما يكتبش حاجه، خلاص انا ايدي دي مش هتكتب، واحده واحده يبدا يسيطر على لسانه في نطاق اوسع. انا مش هكلم ناس غريبه، واحده واحده هتبداي تضيقي الدايره لحد ما تتعودي على ده. طيب دي كده اول فكره. تاني فكره، عايزه اقولك ان انتي، يمكن الفيديو اللي فات قلت لكم ابعدوا عن الناس المؤذيه على قدر استطاعتكم في حياتنا. فعايزه اقولك خدي بالك ان انتي برضو، انا جايه اكرر ان انت تبعدي عنهم. ليه؟ لان انت ممكن مع الوقت هتلاقي نفسك اتحولتي لنسخه منهم وانت مش حاسه. خدي بالك كتر عشرتك مع المؤذي هتحولك لنسخه منه. يعني انت لو مثلا مع 10 ناس مثلا بتنتقد او لسانها تقيل، يعني عارفين بتقعد تهاجم في الكلام دايما، مش بتاخد بالها كده، مفيش لطف كده في الكلام او رفق مع الناس. يعني واحده واحده لو فكرتي كده في نفسك هتلاقي نفسك اتحولتي وبقيتي كده. بعد ما كان اسلوبك هين لين حلو كده، ممكن تكوني بقيتي بتطصي كلام كده للناس، فاهمين؟ اللي هو تروحي مديه الكلمه انت مش فاهمه ايه ده. انت ما كنتيش كده في الاول، بس من كتر ما انت مش عايزه تبعدي، مش قادره تبعدي، مش عارفه تاخدي موقف، واحده واحده اتحولتي. فحتى لو في أسوأ الظروف انت مش قادره تاخدي موقف، مش قادره تبعدي عنهم، حاولي تسيطري على نفسك وما تتحوليش لنسخه منهم. انت مش هتبقي حاسه، انت هتبقي حاسه زي مسحوره مسلوبه الاراده كده، واحده واحده عماله تتحولي وتبقي النسخه اللي انت كارهاها. فخدي بالك اوعي تعملي كده. يعني انا بستغرب مثلا من كتير قوي حموات، والله شفتها بعيني، بيبقى مثلا بيتعمل فيها حاجه معينه، مش معمول فيها وهي حما، معمول فيها وهي لسه زوجة ابن صغيره من حماتها، بتعمل فيها حاجه معينه، فلما هي بتكبر وتبقى حما يبقى جواها كده حاجه تروح عامله نفس اللي اتعمل فيها ده في مرات ابنها. انت المفروض تعملي العكس، افهمي. يعني اللي بيتعمل مش ده اللي بتعمل حاجه تانية خالص. هي بتروح عامله نفس الموقف. طب انت دقتيه ودقتي مرارته ودقتي ان ده ظلم، وكنتي موجوعه منه وكنتي مخنوقه وبتدعي على الست دي وشايفه انها ظالمه، ازاي تعملي زيها؟ ما انت عارفه انه بيدعي عليكي دلوقتي. فهي ما بتبقاش حاسه، هي من كتر ما عشرت الحاجات دي ومن كتر ما هي ما عندهاش وعي وما سيطرتش على نفسها بتتحول للنسخه دي. خدي بالك اوعي تتحولي للحاجات دي. ممكن مثلا تكون مامتك كانت بتعمل معاكي حاجه وانت صغيره وانت مش حاسه، دلوقتي لو قعدتي فكرتي مع نفسك شويه تلاقيكي بتعمليها مع ولادك وانت مش عارفه. ممكن تكون احاسيس بسيطه هي ما قدرتهاش جواكي، بسيطه قوي. اول ما بتكبري كده وانت بنت عايزه تحطي روج حتى في البيت، لا عيب ومش عارفه ايه، وكان بقى تفكير ايه اهالينا؟ طب ده انا في بيتي، انا في الشقه يا ماما عادي في بيتنا، لا ما يصحش، البنت مش عارفه قبل سن كام ما بتعملش ايه وانت كنت بتبقي مخنوقه. تيجي بنتك دلوقتي عايز تعمل كده قدام عينك وفي بيتك وفي كل حاجه تقولي لها لا برضه. ما لا ليه يا حبيبتي؟ مثلا طالما جوه البيت، يعني مش لازم حتى انا بكلمكم في امثله ظلم كبيره، لا ممكن حتى طباع بتاثر على نفسيه ولادنا ونفسيه اللي حوالينا، نلاقي نفسنا بنتحول وبنعملها واحنا مش حاسين. فخدي بالك اقعدي كده مع نفسك. ممكن ما تكونش الحاجه تيبيكال، يعني الموقف بعينه، لكن تغيير الزمن دلوقتي بيخلي ولادنا يظنوا فينا ويشوفونا بنفس الصوره اللي احنا مثلا كنا شايفين فيها اهالينا، ان لا انتوا تفكير قديم مش عارفه مين، بيبقى نفسنا نعمل حاجات. اقعدي لو الحاجه دي في نطاق الحلال وفي نطاق ان احنا جوه البيت، في نطاق ان مثلا لو بنت او كده او حتى لو ولد، الحاجه طالما مش غلط او حلال نقدر نفوتها لهم، عشان يوم ما يجي حاجه كبيره نقول لهم لا، يبقوا يحترموا ان في لا. ما يبقاش هي ايه ماما او بابا او الكلام ده كل حاجه بيقولوا لنا عليها لا، فنعمل بقى براحتنا، ما هم قالوا هنا لا وقالوا هنا لا. على الاقل يبقى في حاجات مع ان يعني انت جايه على نفسك قوي عشان توافقي، قصاد ان في حاجات لا هقول له لا فيها، يبقى هي لا. فاوعي تتحولي لنسخه من حد انت ما بتحبيهوش. اقعدي كده مع نفسك، فلتري حياتك. بصوا احنا مش كلنا ملايكه، يعني احنا دايما في القناه نقول لك اصل الناس بتاذينا، اصل في الشغل، اصل سلفتي، اصل حماتي، اصل ممكن احنا نكون الاشخاص دي.
يعني خلينا نقلب فيديو النهارده ان احنا اللي نواجه نفسنا برضو بحاجات ممكن تكون هي احنا اللي اذين نفسنا في حياتنا، احنا اللي عمالين نعمل ذنوب اعدالنا، احنا اللي عمالين لساننا ده مش مبطل فمخلي الناس تتكلم علينا. يعني في موقف حصل زي ايه، حد بيتكلم معايا زي بيشهدني، يعني هل ممكن فلانه تعمل الحاجه المعينه دي؟ قلت له انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش هتعملها ولا مش هتعملها. ممكن انا اكون قلبي عارف، بس انا مش هنطق على لساني حكم على حد، انا مش هحكم على حد، انا ما اعرفش. بس اللي اعرفه ان زمان هي عملت الموقف ده في حد، فهو بس بيترد لها دلوقتي. فاهماني؟ فمهما عدى عليك السنين ما تأذيش، عشان كل حاجه هتقعد لك وكل كلمه بتقوليها هتترد لك. مش عشان انت مثلا، انا بتكلم مثلا في حق واحده زي ما بقول لكم مثلا ممثله او الكلام ده، انا بكتب في حقها حاجه، ما انا عمري ما هبقى مشهوره وانا عمري ما هبقى شبهها، ومين يعني هيتكلم عليا؟ هتلف الايام والناس هتتكلم عليكي نفس الكلمه اللي انت اتهمتي بيها حد دي. فبلاش تعملي كده بالله عليك، حتى لو واخده الموضوع بهزار او بضحك، في كلام عند ربنا ما بيتكتبش هزار وضحك، هو بيبقى بجد خوض في اعراض. تالت نقطه عايزه اقولها لكم النهارده، عشان تحبي نفسك مطلوب منك انك تخففي الضغط عنها. طب اخفف الضغط عنها ازاي؟ دي حاجه بقى في حياتنا العاديه ملهاش علاقه بقى بالناس. اخفف عنها ازاي؟ ان انا اعمل دايما تخطيط مسبق او تنظيم لاي حاجه انا عارفه انها هتقابلني الفتره الجايه. يعني انا ما اجيش مثلا اضغط نفسي قبل المدارس مثلا اللي كانت لسه داخله علينا دي باسبوع، وانا لسه ما جبتش حاجه المدرسه، وانا لسه ما جبتش اليونيفورم، وانا لسه ما جبتش الكتب الخارجيه، وانا لسه ما روقتش البيت، وانا لسه عايزه اعمل لهم حاجه في اوضتهم، انا لسه الكلام ده كله وفاضل اسبوع. ما تستنيش لكده، دايما دخلي كده نظام في حياتك، ما تمشيش حياتك بعشوائيه. يعني خلي حياتك منظمه، بحيث ان انا قبل كل مناسبه انا ببدا قبلها بشهر او شهرين افكر لها. دي هتريحك كتير جدا 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 في حياتك. ولو ولادك شافوكي كمان بيعملوا كده وتعودوا على الطريقه دي من وهم صغيرين، يمكن انت لو اكتسبتيها على كبر شويه، لو ولادك اتعلموا على كده من وهم صغيرين هيرتاحوا وانت هترتاحي والدنيا كلها تبقى حلوه، والاجيال اللي طالعه من وراهم هتدعيلك، هتبقي خير جيل كامل. انا قبل رمضان انا عارفه ان رمضان جاي لي في الفتره الفلانيه، فانا لو في حاجه معينه المفروض ارتب لها برتب لها، تفريزات، تجهيزات، ابدا احوش له، ابدا اعمل مش عارفه ايه الكلام ده كله. انا عارفه ان في عيد صغير، هو العيد مش هيفاجئني، انا عارفه من دلوقتي ميعاده، يعني تقريبا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب 17/2. انا عندي مثلا العيد قولي سي 16/3 17/3 كده على حسب ما نحدده. انا عارفه من دلوقتي ميعاده اهو، انا عارفه من وانا في اكتوبر. فانا اشوف نظام حياتي ايه من قبلها ابدا ارتب. انا عارفه ان في مدارس، انا عارفه ان في دخلة شتاء وهحتاج شتوي، انا بفرز الهدوم من قبلها بدري عشان ابقى عارفه ولادي هيحتاجوا قد ايه، عشان ابدا اعمل لهم ميزانيه، عشان ما اجيش اتزنق في الشهر فاضطر مثلا اطلع قبضي كله لحاجات ضروري، ما عندهمش جواكت، ما عندهمش حاجات مش عارفه مين، وافضل انا قاعده كده البيت ما فيهوش فلوس مثلا. هو انا اتفاجئت دلوقتي ان في شتاء؟ ما الشتاء لازم يجي، ما معروف في شتاء وفي صيف وفي كل حاجه. فابدا اعمل ترتيب مسبق لاي حاجه. اللي هيعمل ترتيب مسبق للكبيره هيعمل للصغيره، بمعنى ان انا اليومي النهارده ابقى مرتبه له من امبارح، انا عارفه ان انا بكره هعمل كذا. اكلات اسبوعي ابقى مرتبه لها من اليوم اللي قبلها، يعني مثلا هخصص لنفسي خميس جمعه سبت اي حاجه، ايا كان انا هبدا اسبوعي من يوم ايه. مثلا هبداه السبت، فانا الجمعه ابقى عارفه ان انا هنزل هكتب كده 7 اكلات، يا اما لوحدي بدماغي لو هم في البيت مثلا بيقولوا لي اي حاجه وانا اللي متوليه المسؤوليه دي، يا اما هجمعهم كده، يا جماعه اكتبوا لي 7 اكلات كل واحد يختار عشان ما نتخانقش. يلا، واكله اكله 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 كتبنا السبعه. انا عندي رز، لا بس انا ما عنديش مكرونه، انا هحتاج لسان عصفور، انا هحتاج لحمه، انا هحتاج مش عارفه مين. اجمعهم في ورقه، انزل اشتريهم مره واحده، اطلع هقعد اسبوع كامل انا مرتاحه، انا صاحيه الصبح الورقه قدامي، انا عارفه انا هطبخ ايه، عندي حاجتها في البيت، لا هقعد مستنيه ابني يجي من المدرسه يناولني، ولا مش عارفه هل لسه هلبس وانزل واروح مش عارفه فين اجيب، ولا الكلام ده كله. انا حاجتي عندي، انا مرتبه حياتي. اللي هيرتب حياته في المواسم الكبيره هيرتب حياته في اكلات الاسبوع، هيرتب حياته في الميزانيه، هيرتب كل حاجه. هتعرفي ترتبي مخك، هيبقى عندك وقت انك ترتبي لنفسك، عايزه تغيري ايه في نفسك، عايزه تغيري ايه في طباع ولادك، عايزه تعملي خطه مثلا لحاجه معينه. هيبقى عندي وقت ان انا ابني بيضايقني في الموضوع الفلاني، فانا هقعد اسمع فيديو واثنين وثلاثه واسيرش في الموضوع ده واحاول معاه مره واثنين وثلاثه. هتلاقي عندك وقت، عندك حياه، بدل ما انت مسحوله كل يوم. انت ممكن، في ناس، انا جات عليا فتره كنت كل يوم مسحوله في فقره الغدا، هنتغدى ايه، ده ما بيردش وده مش عارف وده مش عارفه مين، طب يخترعوا لي اكله وتبقى الساعه 4، ده مثلا لو احنا في الصيف في الاجازه،
انا حاجتها مش عندي، طب انزل والنبي هاتلي، طب انزل انا، طب مش عارف. اليوم كله ضاع عشان احنا بس هنتغدى ايه مثلا. ليه؟ الحياه فيها حاجات كتير قوي تتعمل غير المطبخ. مش معنى كده ان احنا مش هناكل او هنقضيها، لا، بس ارتب نفسي عشان يبقى عندي وقت لحياتي اعرف اعمل حاجات فيها. فالترتيب المسبق والتنظيم لكل مناسبة في حياتنا دي حاجة مهمة جدا. طيب، رابع نقطة عشان تكوني بتحبي نفسك فعلا، عايزة اقولك، هشرحها لك بقى، دي شرح مش عارفة اسمي احط لها عنوان، بس عايزة اقولك مثلا ممكن نسميها ايه، ان الحياة مواسم. بمعنى ايه؟ مش الدنيا فيها صيف وفيها خريف وفيها شتاء وفيها ربيع؟ اه. طب انا جيت في عز الشتاء، انا شخص بحب الصيف مثلا، انا كانوني بحب الشتاء يعني. بس هنفترض مثلا انا شخص بحب الصيف ومتعلقه بيه قوي وبحبه جدا، خلاص مش قادره بقى. باجي في الشتاء ببقى مخنوقه، فجيت في عز الشتاء اللي هي الدنيا بتشتي بره، انا عايزه البس صيفي، ما انا بحب الصيف. ينفع البس لبس الصيف في عز الشتاء؟ هتعب. ده انا مش هتعب تعب، ده انا هتعب تعب جامد، هيجيلي دور برد هيهدني وهينيمني فيها شهر، صح؟ يبقى ينفع اعيش الاجواء اللي انا نفسي فيها، انا بحب الاجواء دي، بس هل هينفع اعيش اجواء الصيف في الشتاء؟ ما ينفعش. هل هينفع اعيش اجواء الشتاء في الصيف؟ ما ينفعش. اللي انا بقوله ده هو ده حياتك. حياتك نفسها عبارة عن مواسم برضو. هل هينفع ان انا ابني مولود بيبي سنة سنتين وانا عايزة احقق بقى لنفسي كارير، وعايزة ابقى في الحتة الفلانية، وعايزة اكون بشتغل، وعايزة اكون بسافر، وعايزة اكون بعمل؟ ما ينفعش. لو جيتي زي ما انت، لو جيتي لبست لبس الصيف في الشتاء هتتعبي. لو جيتي تبدلي مواسم حياتك، لو جيتي تشتغلي وابنك تعبان، هتبقي تعبانه وهو تعبان والدنيا كلها تعبانه وانت نفسيتك هتبقي تعبانه. انت مفكره انك لو عملتي الحاجه اللي هتبسطك، يعني انت بتحبي شغلك مثلا، لكن لو عملتيه في وقت مش مناسب هتتبسطي؟ لا طبعا. فانت كده بتلخبطي حياتك وبتدمري جهازك العصبي. انت هتقعدي عارفين اللي هو ايه، صاحب بالين كداب، هتفضلي هنا وهتفضلي هنا. انا نظام بيتي مثلا، جوزي موضوع الشغل عنده حياة او موت، خلاص ممكن بيتي يتخرب فيها. فهل هينفع افضل حاطه في دماغي ونفسي فيه؟ انا اقنع نفسي ان الحياة مواسم، والحياة هتديني حاجة في وقت يكون مناسب ليها. طالما ربنا ما بعتليش الحاجة دي دلوقتي، يبقى ده مش وقتها وده مش مناسب ليا. صدقوني لو فكرنا بالطريقة دي هنرتاح في حاجات كتير قوي. زي ما كانوا مثلا بيقولوا لنا بولادنا صغيرين، عيشوا بتفاصيلهم بحياتهم بالكلام ده كله، عشان انتوا هتوحشكوا المرحله دي. هي هتوحشك، كل حاجه في تفاصيلها هتوحشك، وفعلا وحشتنا. يعني انا كنت حسيت ان فعلا اسهل. انت بتبقي والولاد صغيرين مجهود بدني اكتر، وبتغيري لهم وبترضعي وبتعملي ومش عارفه مين والكلام ده، لكن هم كبار برضو مجهود بدني وعصبي فظيع، اعصابك بتتدمر معاهم. كفايه المقاوحه وكفايه كل حاجه جدال، وكفايه انك عايزه تربي صح. مسؤوليه التربيه على الاقل هو صغير بتبقى حاجات بسيطه بتعلميها له، فبتبقى المسؤوليه فعلا بتكبر. فكل فتره عيشيها بتفاصيلها وتبسطي بيها، عشان الفتره هتعدي، بس خليها تعدي بسلام علينا وعلى اللي معانا. يعني ما نبقاش مثلا ولادك يقولوا رمتنا، كانت بتشتغل فضلت شغلها عننا، في كتير طالع بعقد نفسيه بسبب الحوارات دي. فخلي كل فتره تعديها كده بسلام، وتعديها بسلام نفسي. لان الاولويه الوحيده في اي بقى فتره واي موسم في حياتك هي نفسيتك. نفسيتك دي لازم تتظبط لما يبقى عندك جزء من الرضا. جزء من الرضا ان ربنا مقدر لي في الفتره دي ان انا عايشها بالشكل ده، فهي بالشكل ده انا هقبل الشكل ده، بس هرضى بيه. هرضى بيه ازاي؟ هعمل حاجات تبسطني في المرحله دي زي ما هي، ما اقعدش عافر 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 ان انا اهدها او اغيرها. زي ما تكوني واقفه قدام حيطه وعايزه تزقي فيها وخلاص، انت اللي هتتعبي وانت اللي عضلاتك هتتعب والحيطه مش هتتكسر، منابك اللي التعب بجد. فاقعدي واجهي نفسك، هل اللي انا متضايقه منه في حياتي دلوقتي ده هل اقدر اغيره؟ لو اقدر هشوف خطه. زي ما انا بقول لك مثلا، ولادك لو عندك حد مراهق، حد مش عارفه مين، حد ايه، هنقعد نسمع في فيديوهات ونجرب في طرق والكلام ده كله. لكن في فعلا مواقف في حياه كل واحده فينا بتبقى عامله شبه الحيطه، مهما حاولتي تكسري فيها مش هتتكسر، انت اللي هتتكسري. فافضلي دايما فاكره ان انت لو فضلتي في حاجات معينه تعفري فيها هتكسرك انت، وهي مش هتتكسر. فالاحسن ان انا اسيسها وهودها وامسح الحيطه كده وطبطب عليها واسيبها دلوقتي لحد ما هي مع الزمن هتدوب لوحدها. نكتفي بالاربع نقط دول، عشان الفيديوهات كده هتبقى ان شاء الله. يعني والله انا زي الاسبوع اللي فات بحاول ان انا التزم بيها يوميا، بس انتوا عارفين المدارس يوم الولاد يغيب ويوم يحصل حاجه. فيا رب يقدرني ان احنا على الاقل خلال من الحد الخميس كده نبقى مع بعض كل يوم.
عشان الفيديو يبقى خفيف عليكم تشغلوه كده جنبكم الصبح وانتوا بتعملوا القهوه، تسمعوه كده يديكم نشاط في اول اليوم. فخليه بقى قصير كده، مش هحاول برضو اخليه طويل قوي. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا ما تنسونيش في لايك كده منكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات كلها ان شاء الله. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، بحبكم في الله جدا.